السلام عليكم. هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل زيت جوز الهند في البيت. اول حاجة هنحتاج جوز هند مبشور. هنحتاج منه كوبايتين او الكمية اللي انتوا عايزينها، عشان هو بجد يا جماعة بيطلع كمية قليلة قوي، يعني كمية قليلة جدا، فكتروا براحتكم عادي. هنحتاج على كل كوباية جوز هند هنحتاج كوباية مية دافية. يا جماعة بجد هو ترتيبه تحفة، وبجد طريقته في البيت دي حلوة قوي، ان انتوا بتعملوا زيت جوز هند طبيعي جدا، 100% بكر، ومفهوش اي زيت بارافين ولا اي حاجة تضر الشعر، وترتيبه هيبقى احلى بكتير من اي زيت بنجيبه من بره. اقعدوا اخلطوه في الخلاط لحد ما يبقى بالشكل اللي قدامكم ده، زي اللي قدامكم الشكل ده. بعد كده صفوه بشاش، وعصروه جامد قوي. انا استعنت بماما هنا، اعصروه جامد قوي قوي قوي، اتاكدوا ان كل الميه اللي فيه نزلت. هيعمل معاكم حاجه اسمها حليب جوز هند. آم، حطوه في التلاجة 24 ساعة، هيعمل لكم قشطة كده من فوق، هي دي بس اللي تاخدوها زي اللي في الفيديو دي، وحطوها على النار هادية، واستنوها لحد ما يبقى شفاف، وبعد كده هيبقى فيه حاجات ذهبي. بعد كده صفوه. انا حطيته على ماسك نوى البلح، هو صح عمل كمية قليلة جدا، بس يا جماعة بجد هو تحفة وترتيبه خطير. وهنا كنت بحطه على ماسك نوى البلح زي ما قلت لكم. وبس، باي، اتمنى تكونوا استفدتوا.